منجيب قطفة هذا من الرمان واصلة هلا من المزرعة ومنسمي بالله ومنزلها. طريقة اليالنجة مع الشيف الشامي بعصير الرمان الفريش وبحبيبات الرمان الفريش. الله عليك. اما راح نشوف هلا طريقة عمل يالنجة يا جماعة. طول ما انا كنت عم بتفرج على الفيديو راح تشط ريالتك وتتلمض بصراحة. يا سلام عليك، عم نعمل عصير رمان. فيديو بياخدك لعالم تاني. راح تشوف هلا طريقة عمل اليالنجة بحذافيرها، غير طريقة المطاعم وغير طريقة الست الوالدة بالبيت وغير كل هالشي هذا. الشيف الشامي يا جماعة شيف مخضرم جدا على فكرة، بياخد 10/10 بكل شيء بكل المجالات. بالفيديوهات الغربي، بالفيديوهات الشرقي، بالحلويات، بكل شيء بياخد 10/10 الشيف الشامي. أكيد اللي ما بيعرفوا بيجهلوا. طريقة تقديمه للفيديو كمان طريقة حلوة كتير، هيك نوعا ما كوميدية، بيشرح لك كل شيء بحذافيره. يا سلام عليك، فلفل أسود وتوابل بقى وملح. مشان صحتك يا غالي. حط قهوة يا جماعة، انتبهتوا؟ وما بي علينا غير ناخذ شوي من حشوتنا الاستثنائيه ونسمي بالله ونفردها على ورق العنب، وبكل بساطه بنسمي بالله وبنلف ورق العنب اللي عنا، وبهيك لازم يطلع معنا شكل الورق عنب. الله، مباشره بنجيب رتابة. بننزل جواته قطع البطاطا، وبعد ما صفينا البطاطا بهذا الشكل الجميل هلا بنرص ورق العنب اللي عنا داير ما دار الطنجره، وبس رصينا ورق العنب وزبطناهم ورستقناهم هلا بنسمي بالله ونحط عليهم التقله، وبنجيب الرمانات الزراف اللي عصرناهم وبنسمي بالله وبنكتهم بهذا الشكل. وبهي المرحله مهم جدا نوزن حط الملح عصير مشان شيء الرمان. مشان صحتك يا غالي. وما بتكمل عنا اكله ورق العنب الا بكميه وفيره من زيت الزيتون البكر الظريف. يا وما في سلام علينا غير عليك بنسمي بالله ونحط طنجرتنا على الغاز. يا جماعة، متخيلين كيف بتطلع الطعمة هلا؟ عصير الرمان مع الزيت مع شغله 8 ساعات مشان تستوي على مع نار القهوة، هاديه. شيء منغنغة نغنغة. وبعد ما الورق عنب استوى عنا يا غوالي وقعد 8 ساعات على الغاز هلا صار من الوقت ساعات. نرجع للنار ونتركه يرتاح على الاقل ساعه، واذا بتتركوه لمده يوم كامل رح تاخذوا افضل نتيجه. لازم يمتص كل هالنكهات الطيبه، وبما اني انا شخص بحب اني ادلع حالي واهتم بصحتي رح اتركه لمده يوم كامل مشان ياخذ هاي النكهات الطيبه. وبعد ما استوى عندي اليالنجي وتركته يبرد تماما هلا صار الوقت مشان نسمي بالله ونكشف عليه. الله، وكل اللي علينا منظر نعمله بشهي بنوزع القلب. نقطتين اقلبها يا زيت غالي عليه خلينا بهذا نشوف. الشكل، وبس رفعنا عن اليالنجي شوفوا لي على هالمنظر. يا سلام يا سلام. عن هلا جد يا صار سلام. الوقت مشان نزينها بالرمان، وبهيك يا غوالي اكلتنا صارت عنا جاهزه. احلى يالنجي شي بشط ومضمونه الريالي يا بعصير غالي. الرمان. ارجو لهون وشوفوا لي على هالمنظر. بسم الله ما شاء الله وصلوا على النبي. هلا صار الوقت مشان ندوق يا غوالي. نيجي بنمسك قطعه يالنجيه بهذا الشكل. شوفوا ما شاء الله تبارك الله على والله شكله هاللون بشهي. وعلى هالمنظر. هذا هو اليالنجي الصح، مطبوخ 8 ساعات يا غوالي ومبرد يوم كامل، يعني شغله فوقانيه. والله شكلها احلى من اللي بتساويه امي. بس ما تشوف امي الفيديو.